السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم تمام. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اطباقنا ديال هذا المساء، يعني انا دابا كنصور معكم من مور العصر. غادي نوجدوا الكوتي ديالنا، غادي نوجدوا فيه كيك الليمون، وكذلك غادي نوجدوا فيه حتى الحريشات فرديا بالفينو. ودابا غادي ندوزو على بركه الله باش نبداو. غادي ندوزو للمقادير. عندنا كيف ما العاده 4 البيضات، وعندنا 2 كيسان ديال دانون ديال البيستاج. الا كانت عندكم روح ديال البيستاج غادي يكون احسن، ما كانش روح البيستاج ديروا دانون ديال البيستاج. عندنا ليمونه مبشوره، وكذلك عندنا العصير ديال 2 ليمونات، حيتاش الليمون لقيتو عندي ما كيطلقش الماء بزاف، اضطريت نعصر 2 ليمونات. نتوما الا كان عندكم الليمون فيه الماء، ليمونه واحده كافيه، يعني تقريبا البشور ديال الليمونه ونص كاس، يعني كتعصروها كتعطيكم داك نص كاس، يعني كاس متوسط. هذا ما كان عندنا كذلك نفس العبار، يعني كيف ما دائما كنت كنوجد معكم الكيك كنقول لكم كندير العبار بسميتو بالكاس ديال دانون باش كتجيني الكيكه ديالي متوازنه. كندير 2 ديال دانون، 2 ديال الزيت، 2 ديال السكر، صافي هذا ما كان. ولكن الا كان عندي مثلا شي حاجه حلوه غادي نضيفها للكيك، غادي نغلفو بشي حاجه حلوه، فكنقص كاس، يعني كندير غير كاس واحد ديال السكر، ما تنديرش 2. صافي هذا ما كان. كذلك عندي حتى الطحين. صافي هذا هو المول اللي غادي نوجد فيه الكيك ديالي. هذا المول غادي يكون كيتوفر في جميع البيوت. عندي انا هذا يعني من زمان، عندي قديم، هذا تقريبا عنده اكثر من 10 سنين هو عندي في الدار. فيه غادي نوجدها. انا راني غلفتو يعني دهنتو بالزبده وغلفتو بسميتو بالطحين. صافي هذا ما كان. صافي دابا غادي ندوزو. كذلك عندنا هنايا كيلو ديال الفينو، غادي نضيف ليه سميتو. المهم من ما غادي نوجد معكم الكيك وندخلو للفرن، غادي ندوز عاوتاني باش نوجد معكم الحريشات ديال الفينو، حريشات فرديين بالفينو. صافي هذا مكان. ودابا غادي ندوزو نبداو على بركه الله. بسم الله. انا عندي هنا شويه ديال الملحه، حيت كيف ما كتعرفوا دائما كنديروا واحد شويه ديال الملحه في الكيك، في الحلويات، كتعطينا واحد النسمه. بسم الله. البيض لما تكونوا كتهرسوه حطيوه معاه، حيت في الصراحه الله كيكون داك هاد الايامات كاين سميتو واحد النوع د البيض اللي هو رقيق بزاف، مجرد ما كتبغي تهرسوه كيتهرس بوحدو تيطيح وحده، يعني من دوك القشيرات ديال البيض حديو. من الاحسن الا كان سميتو يعني تفقيو البيض في شي سميتو في شي صحن اخر، وعاد تكبوه في سميتو اللي غادي تسلطوا فيها، يعني غير احتسابا لا تمشي تدوز لكم شي قشيره ولا شي حاجه. صافي انا دابا غادي نضيف من بعد ما ضفت البيض. ها انتم كيف ما قلت لكم هي فلتت لي هنا واحد القشيره خاصني نزولها. ها هي ملي كتنزل شي قشيره رقيقه ما كتبقاش حتى باينه. ها هي زولناها الحمد لله. شفتوا يعني كيتهرس لينا، عرفتي كيفلتوا لنا شي قشيرات رقيقه وكان خاصنا ننتبهوا معاهم. صافي دابا غادي نطلع البيض. من بعد ما غادي نطلع البيض شي شويه غادي نرجع نضيف ليه واحد الكاس ديال دانون. غادي نحل دانون حيت دانون كنتبع به القياس. غادي نحل واحد دانون غادي نضيفو لهنا. ها نتوما وبيه غادي نعبر السكر. يعني نتوما لكم الاختيار، الا كنتو عندكم شي سميتو اخر يعني قياسات اخرى كيكون تستعملوها. غير هو بهذا الكاس ديال دانون كتجيكم الكيكه ديالكم متوازنه، ما كتجيش حلوه، ما كتجيش يعني ناقصها السكر ولا زايده في السكر، يعني كيجيها سميتو هو هذاك. غادي نضيف كاس واحد اخر. انا ضروري كنهز سميتو باش ما يتكبليش السكر في خطره نصدق. انا ديك الساعات نادمه على كل شيء.
يعني ضروري تهزوا السكر سميتو بمعلقه ولا سميتها سباطول ديال العود ولا اللي كان تهزوا بها السكر وعاد تكبوا في الكاس سواء كيف ما كان الكاس ديال دانون ولا غيره. يعني ما تشدوش وتهزوا الساشيه ديال السكر في خطره ولا الا كان بواطات السكر ولا اللي كان كتكبوها هكا تقدر تهود لكم في خطره وتخسر لكم كاع داكشي اللي نتوما كتوجدوا. صافي دابا غادي نتبع غير بلاتي غادي نرجع نضيف 2 كيسان تاع الزيت. ها هما الكاس الاول والكاس الثاني. صافي كنبقاو هكا كنخلطو حتى تيتماسك لينا الزيت مع السكر مع البيض وكيولي لنا سائل واحد. وخاصنا نبقاو هكا نصايبوها باش كيذوب لينا حتى داك السنيده تذوب لينا. والا كان عندكم يعني السنيده كانت الحبات ديالها غلاض فيكم دوزوا السائل، فيكم من الاول دوزوا السائل في مونينيكس حيت واخا كيتغربل الا كان غليظ واخا كيتغربل ما كيبقى لما كنوجدوا الكيك كيبقاو يجينا الالوان ديال السكر كتولي بنيه في الكيك. كاين اللي كيبغي هكا وكاين اللي ما كيبغيش يجي كتبغي كيكه ديالو تجي صافيه. صافي دابا غادي ندوزو الكاس اللي بقى لينا ديال دانون. هاد الدانون ديال البيستاج الا كانت عندكم الروح ديال البيستاج ديروها حتى هي واحد القطيره غير قطيره ما تفوتوهاش. فيكم دانون يعني ماشي ضروري يكون بيستاج ولكن الا ما كانش عندكم الروح ديال البيستاج ضروري ديروا دانون ديال البيستاج باش كيعطيكم هذيك النكهه ديال سميتو كتواتى مع الليمون. دابا غادي نضيف سميتو ديال الليمون يعني هكا ليمونه عندنا مبشوره غادي نضيفوها حتى هي. وغادي نزيد نضيف يعني عصير الليمون. صافي وغادي نتبع من بعد غادي يبقى ليا غير سميتو غادي نضيف غير الخماره والدقيق. راني ضفت السكر ضفت البيض الدانون الزيت بقى ليا غير الدقيق مع الخماره وغادي نصبها في المول وندخلها للفرن. صافي هذا ما كان. وغادي نرجعوا ندوزو عاوتاني للطبق الثاني اللي هو حريشات فرديين بالفينو. ملي كنقول الاطباق يعني واخا يكونوا كيف المهم كيبقاو اطباق يعني كانت حلوه ولا مالحه راه كتبقى اطباق. صافي دابا غادي ندوزو للدقيق. الدقيق انا راه عندي مغربل. انا دائما لما كنبغي نخدم كنغربل الدقيق ديالي عاد كنخدم باش حيتاش بعد شي مرات كننسى فلهذا انا كنغربلو عاد كنبدا صافي. من بعد ما ضفنا الطحين والخماره غادي نبقاو هكا غير بلاتي نتحكموا في سميتو في الطراب مزيان حيتاش بعد شي مرات هاد الطراب كتلقى حتى كتلقى له خرج لك هكا غير بوحديتو ما عرفتش علاش. تنبقاو كندورو هكا وكندخلو هذاك الطحين لداخل باش ما يبقاش طاير لينا او كيطيح لنا على برا. ومن بعد عاد نتحكموا في الامور هكا تنبقاو غير بلاتي تنطلعوا الكيك ديالنا. الا شفنا الكيك ديالنا خفيف بزاف يمكن لينا نزيدوه الطحين. شفناه هو هذاك صافي كنصبوه في سميتو تندخلوه للفرن يعني كيف ما كنقولوا عيننا ميزاننا.
هانتوما انا هكا عندي مزيان، حيتاش انا راني حافظه الكيك ديالي، عارفه واخا هكا شي شويه سائل ولكن غادي تجيني مزيانه. ما تنساوش حتى راه كاينه بعد الانواع ديال الدقيق اللي كيشربوا، يعني واخا كيبان لك سائل ولكن من بعد لما كديريها في سميتو تدخل للفرن كتبدا كتجيب قاصحه. لهذا راعيو حتى من هذا الجانب هذا، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب واخا تشوفوها سائله من حدكم كتطلعوا فيها وهي تتشرب حتى كتولي سميتو ديالها مناسبه. صافي هذا مكان. من بعد غادي ندخلوها في المول وغادي ندخلوها للفرن. انا الفرن راني شعلتو قبيله راه سخن ليا مزيان، غادي ندخلها لما غادي ندخلها للفرن على حراره متوسطه، يعني كيف ما كتعرفوا الفران ديال الغاز لما كندخلوا سميتو كنقصوا ليه الحراره، يعني كنديروا يعني حراره اللي كيطيب عليها الكيك راها معروفه. مع ذلك كان عندكم الفرن ديال الضو، راه نتوما حافظين الفرن ديالكم. رجعنا معكم من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا للفرن، غادي نخليوه مده 35 دقيقه في الفرن ومن بعد غادي نخرجوه. صافي دابا دزنا باش غادي نوجدوا معكم الحريشات الفرديين بالفينو. دابا غادي ندوزو عندي هنايا كيف ما قلت لكم قبيله، عندي هنا كيلو ديال الفينو. الفينو من النوع اللي كيكون يعني من اللي كتكون الجوده ديالو عاليه، يعني كيكون شبه السميده، كيكون حرش بزاف شبه السميده، ماشي داك الفينو اللي كيكون مسحوق بزاف ورقيق. يعني الفينو اللي كيكون الجوده ديالو ممتازه، هذاك هو اللي ديروا به يعني سواء حرشه عائليه او حريشات فرديه صغار لكم الاختيار. دابا غادي ندوزو، غادي نضيف الملح، كذلك غادي نضيف تقريبا معلقه كبيره ديال سنيده، فيكم تضيفوها فيكم تخلاو عليها. صافي غادي نخلط بحال هكا، غادي نخلطها تخلط لي هذيك الملحه مع سنيده مع سميتو مع الفينو. صافي من بعد غادي نضيف الزيت، عندي كاس ديال الزيت هنا، نتوما فيكم على حسب الكميه اللي نتوما غادي توجدوا. صافي غادي نخلط الزيت حتى غادي تولي هذيك سميتو عندي مصيبه مزيان، غادي تغلف ليا بالزيت كلها، حبيبات كلشي غادي يتغلف ديال الفينو، كلشي غادي يتغلف سميتو. من بعد غادي ندير الخميره، غادي ندير غير الخميره ديال سميتو الخميره ديال العجينه اللي تنعجنوا بها الخبز، ما غاديش ندير نتاع الحلوى. هذيك نتاع الحلوى كنديروها لما كنكونوا غادي نوجدوا الحرشه في البلاصه، ما غاديش نخليوها تخمر، حيتاش لما كتكون عندنا الخميره نتاع العجينه في الحرشه كنخمروها عاد كنخبزوها وتنضيفوا ليها الخميره نتاع الحلوى، يعني ما كنستافدوا منها والو، حيتاش هذيك خميره في البلاصه خاصك كي توجدي بها كي تدخليها طيبيها، ما خاصهاش تبقى هكايا سميتو، حيتاش هذاك المفعول ديالها كتعطيه في البلاصه، ما خاصهاش تبقى يعني حتى تخمر سميتو عاد ما تدير حتى شي حاجه. صافي لان المفعول ديالها كيمشي في هذوك سميتو في هذيك الدقيقه الاولى كيمشي المفعول ديالها، لا داعي ليها بالنسبه سميتو الا كنا غادي نخمروا الحريشات ديالنا فلا داعي نديروا لهم سميتو الخميره نتاع الحلوى، نكتفيو فقط بالخميره ديال العجينه. اما الا كنا غادي نديروا دوك الحريشات سواء فرديين ولا سميتو عائليه كبيره وغادي نوجدوهم في البلاصه، يعني ما غاديش نتعطلوا بهم، فبالامكان ديالنا نضيفوها على حسب الكميه ديال السميده اللي عندنا ولا فينو اللي كنضيفوا على صاشيه جوج على حسب، ولا غير نص صاشيه على حسب الكميه اللي عندنا ديال السميده، واش كيلو السميده واش 2 كيلو على حسب هذاك الشيء اللي عندكم. صافي دابا انايا
صافي غادي نزيدها غير الخميره، كتبقاو تصايبوها هكا حتى كتولي كتبسس مزيان في الزيت. من بعد كنزيدوها الخميره والماء. صافي هذا ما كان. صافي دابا ضفت ليها الخميره، غادي نبدا كنخلط. ديروا لها الماء الكافي حيت الفينو راه حتى هو تيشرب بحال السميده تماما. كنبقى كنخلط فيه بحال هكا، كنحاول نتاكد ما نخليش فيه دوك الكواري ولا شي حاجه، يعني كامل كيتلبس ليا بالماء. صافي كنكمل بحال هكا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا دائما تراقبوا سميتو من التحت ديال، حيتاش كتبقى في الاخرى. والماء دائما يكون دافي، دائما الماء دافي، حيتاش دابا البرد كيف ما كتعرفوا دابا هي البرد. صافي دابا غادي بحال هكايا، ها هي كامله تغلفت ليا. صافي هذا هو القوام اللي بغيتها انا تجيني به، حيتاش من بعد غادي يشرب لما غادي يشرب غادي يجيني مناسب باش نشكلو حريشات صغار فرديين. صافي دابا هي غادي نخليه لما تخمر ليا، غادي نبدا كنطيب فيها ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. خمرت لينا الحريشه ديالنا، غادي نشكلوها حريشات صغارين كيف ما كتشوفوا. ها هي خمرت ما شاء الله، طلعت لينا مزيان. صافي دابا غادي نبداو كنشكلوا فيها. عندي هذا هو المول الصغيور اللي غادي نشكل فيه، سميتو هكا. غادي ندير كره صغيره وغادي نقادها في الوسط، ومن بعد غادي نقلبها بحال هكا، اولا يمكن لي نقلبها نيشان في سميتو. كذلك عندي هذا حتى هو، الا بغيت نكبرها يمكن لي نديرها اكبر، يعني نكورها ونحطها في سميتو بحال هكا، اولا كذلك بنفس العمليه بحال هكا كنقلب. غادي نبداو على بركه الله. انا درت السميده هنايا، يعني الفين درتو هنايا. دائما ديروا لما تكونوا كدايرين هكا حريشات فرديا باش ما توسخ لكمش، يعني سميتو اللي تخدموا عليها سطح العمل ما يتوسخ لكمش بزاف، وعاد مازال غادي يطيح لكم السميده في الارض وتولي لكم الكوزينه حالتها. يعني ديروا هكا في صني هكا كبير ولا في شي حاجه، المهم شي اناء كبير هكايا ديروا فيه وبداو كتخدموا هكا. داكشي اللي خدمتوه كيبقى طايح لداخل. صافي انا غادي نبدا على بركه الله، بسم الله. هانتوما كنحاولوا نديروا لها بحال هكا، تنشدوها لي تنديروا لها هكا، تنحط يدي وكنقرص بحال هكايا. هانتوما يعني فيني نقلبها على هادي هكا، وفيني نيشان هكا. صافي بلا ما عاد نصدع راسي مع هادي. صافي غادي نعاود ندير معكم واحده اخرى.
من بعد ما وجدنا الحريشات ديالنا وخرجنا الكيك ديالنا من الفران، ها نتوما كيف ما كتشوفوا الحريشات ديالنا جاو زوينين بزاف، وجاو عرفتوا جاو طريين بزاف، جاو رائعين. كذلك حتى الكيك حتى هو كذلك جا رائع. واخا راه الكيكه ديالنا راه تحمرت لينا، يعني غفلتني في الصراحه الله وتحمرت ليا بزاف، اما هو الكيك ديال الليمون راه كيجي اللون ديالو ذهبي، ما كيجيش محمر بزاف، كيجي ما بين محمر، يعني الشكل ديالو كيجي ذهبي تيجي رائع. المهم هذه هي الكيكه ديالنا ديال سميتو ديال الليمون. هادو هما الحريشات الفرضيين ديال الفينو. كنتمنى توجدوهم في البيوت ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم. هما راه متيحماقوا عليهم الوليدات، جربوهم وغادي تعرفوا ديك الساعات بان حتى الفينو كيجيو الحريشات ديالو رائعين، لا الحرشه الفرديه ولا الحرشه عائليه كبيره. دابا غادي نقطع واحد الطريف معكم ديال الكيك. بسم الله. انا خرجتها وخليتها حتى بردت. دائما الكيك تخرجوه من الفرن تخليوه حتى يبرد باش كيطلع رائع. ها نتومايا شوفوا، جات رائعه. كنتمنى تجربوها في البيوت ديالكم، والريحه ديالها يا سلام. داك دانون ديال البيستاج مع سميتو مع داك العصير ديال الحامض ودوك القشور اللي بشرناهم ديال الحامض كيعطيو واحد الريحه رائعه مع بعضياتهم. كذلك الحريشات ديالنا حتى هما ها نتوما كيف ما كتشوفوا، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو، ها نتوما كيجيو رائعين. شوفوا ها، صدقوني الا كيجيو، يعني الا كليتوهم عند شي حد تقولوا غير السميده ديال الحرشه، يعني السميده رقيقه ديال الحرشه، ما تقولوش نتاع الفينو. هذا ما كنتمنى تجربوهم في البيوت ديالكم ويعجبوكم نتوما وليداتكم. غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.